اهلا بكم في الحلقة الثانية من لانسر 3 دي نيوز، النشرة اللي ممكن تطبعها وانت بتسمعها. الكلام اللي الناس اللي برا بيقولوه ده حقيقي فعلا، وعشان كده الخبر الاول: سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد ده مش بس بيكبر، ده بسرعة نارية كمان. تقرير جديد بيقول إن البوليمرز اكستروجن اللي بنستخدمها في ال FDM برينترز القطاع بتاعه بيزيد بمعدل كبير جدا، وده معناه إن الطلب على البرينترز الاقتصادية بيزيد. معاك 70 جنيه معاك 70 جنيه خصوصا في الاستخدامات اللي مش بس للمستهلكين لكن للصناعة والبروتوتايبنج كمان. اللي يهمنا هنا ان السوق مش واقف، والفرصة للي هيشتغل في المجال موجودة، بشرط ان انت تفهم السوق وتعرف تستخدم التقنية صح. الخبر الثاني: طباعة أنسجة قلب حي. خبر غريب جدا لكن أهميته كبيرة جدا في الطب. باحثين قدروا يطبعوا أنسجة قلب حي باستخدام 3D برينتر من خلايا واخدينها من متبرعين. الميزة هنا مش ان هم قدروا يطبعوا نسيج، لكن ان النسيج ده يشتغل زي النسيج الحقيقي ويتصرف زي القلب الحقيقي في التجارب. ده معناه ان احنا ممكن نجيب أدوية ونختبرها على قلب حي من غير ما نجرب على حيوانات او نماذج ضعيفة. الموضوع مش مجرد إبهار، ده ممكن يقلب قواعد الطب التجريبي ككل، ونرحم الفئران والقرود والأرانب شوية. الخبر الثالث: شركة HP اللي كلنا عارفينها مش بس موجودة في البرينترز العادية لكن في الطباعة الصناعية الاديتيف مانيفاكتشرنج، لكن كشفت عن سلسلة من التحسينات والتعاونات العالمية في معرض فورم نيكست 2025. الهدف ان طباعة الاديتيف مانيفاكتشر تبقى سريعة وأقل تكلفة وأسهل في الاستخدام للشركات الكبيرة والصغيرة. فدي حاجة مهمة ليك لو بتشتغل في المشاريع الصناعية أو البروتوتايبنج، لأن السوق بيتحول دايما لطباعة أسرع وأرخص، فده يفتح فرص أكبر للمشاريع. الخبر الرابع: 3D برينتر بتطبع شوكولاتة. في 2026 ظهر جهاز جديد اسمه سويت روبو شوكو برينت، والجنان في الموضوع ان ال 3D برينتر شغاله بشوكولاته سايله وبتطبع اشكال ومجسمات بالشوكولاته. الست دي هتنزل في 2026 وهتكون متاحه للمطاعم والكافيهات. تخيل ال 3D برينتر مش بس بتطبع بلاستيك، دي بتطبع شوكولاته وهتطبع سندوتشات كمان. الخبر الخامس: اللبن رايح بينا على فين؟ لا مش ده، ايوه ده. الباحثين قدروا يستخدموا حليب فاسد، ايوه حليب فاسد، وطلعوا منه مواد خام بديله للي بتستخدم في ال 3D برينتر. الفكره ان هم استخلصوا بروتينات زي الكازين من اللبن الرايب ودمجوه مع البوليمرز عشان يعملوا خامات تشتغل في البرينترز الحاليه، وده بيخلي الطباعه 3D اقرب لحل مستدام بدل البلاستيك اللي بيضر البيئه. المغزى ان التكنولوجيا دي مش بس سرعه ودقه، دي كمان بتحافظ على البيئه وبنستخدم مواد غير متوقعه اطلاقا. الخبر السادس: استخدام ال 3D برينتر في البناء. حسب تقارير صحفية حديثة، الطباعة ال 3D مش بس لعب أو أجزاء صغيرة، العالم بدأ يستخدمها في البناء وفي إعادة الإعمار بعد الكوارث، خصوصا في الشرق الأوسط والخليج. في مشاريع بتطبع أجزاء من المنازل خلال أيام بتكلفة أقل وسرعة أعلى كمان. فده بيقول ان ال 3D برينتينج قادر يغير شكل السكن واعادة الاعمار في المستقبل القريب. ودي نهاية نشرتنا النهاردة، اللي دايما هتعرف فيها اخبار ال 3D برينتينج الجديدة اللي لازم نعرفها عشان نواكب التطورات. لو عندك اي سؤال عن خبر معين ممكن تكتب لنا في الكومنتس، لكن مش هنرد عليك. ولو عايز اخبار ال 3D برينتينج توصل لك اول باول، ما تشتركش في القناة واعرف دايما ان كل جديد بيبدأ من هنا.